عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والنور عليكم. لو أول مرة تشوفيني معاكي مطبخ رشا غمري، خشي اشتركي في القناة ودوسي لايك وشير عشان إن شاء الله يوصلك كل جديد. هنعمل معانا النهاردة حاجة حلوة أوي أوي بتتباع في الكافيهات وبسعر غالي جدا. هنعمل معانا قوالب الديسباسيتو. هي الديسباسيتو دي أصلها كيكة برازيلية، فاحنا هنعملها بطريقة حلوة وسهلة، وهنشوف المقادير دي هتطلع معانا إن شاء الله كام قالب، وتجربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. تعالوا بينا نشوف المقادير. معايا مقادير الديسباسيتو. معايا كوبايه سكر وكوبايتين دقيق وكوبايه الا ربع لبن، ومعايا هنا بيضتين ونص كوبايه كاكاو وربع كوبايه زيت ومعلقه صغيره بيكنج باودر ونص معلقه بيكنج صودا، ومعايا معلقه خل طبعا عشان الزفاره بتاعه البيض، وسنه فانيلا، ومعلقه النسكافيه دي اختياريه بس هتديك طعم حلو قوي قوي. وهيبقى معايا برده كوبايه الا ربع ميه بس هتبقى سخنه، هوريها لكم بعدين. ماشي، انا هحط كده البيض بسم الله والسكر انت ممكن على فكره ما تضربوش بمضرب كهربائي، لو انت عندك مضرب عادي ومفيش كهرباء ممكن تضربيه بالعادي عادي مفيش مشكله. اضربهم مع بعض بقى كده. ماشي، انا ضربت كده. بصوا البيض مع السكر والفانيلا. ماشي، هحط بقى معلقه الخل واحط ربع كوب الزيت، وانا بضرب كده هنزل طبعا باللبن. ماشي، هنزل بقى بالدقيق دلوقتي. ويا ريت يعني طبعا الاحسن يكون الدقيق منخول. ادي الكوبايه الثانيه، وهحط هنا البيكنج باودر والكاكاو ماشي. انا كده نخلت الدقيق اهو والكاكاو. هضيف كمان كوبايه النسكافيه اهيت. ماشي، ومعايا هنا كوبايه الا ربع ميه سخنه. انا هنزل بقى بالتدريج كده. ما تخافيش، الميه سخنه عادي مش هتبوظ معاكي البيكنج باودر ولا اي حاجه، ولازم تكون يعني بتغلي. انا الكيكه معايا اهو قوامها. ماشي، هي كده خلصت معايا. طبعا احنا هنصبها دلوقتي مع بعض في القوالب بتاعه الديسباسيتو، بس انا من قبل ما ابتدي فيها مولعه الفرن طبعا عشان هتخش على درجه حراره، يعني الفرن تكون سخنه من قبليها. طبعا هي بتخش على درجه حراره 200، بتقعد من ربع ساعه لتلت ساعه. ماشي، انا معايا قوالب الديسباسيتو اهي.
ماشي. هو في الحجم الصغير والحجم الكبير، دوت الكبير وده الصغير، فانا هعمل دلوقتي الكبير. هنشوف بقى الكميه دي هتاخد معايا كام قالب دلوقتي. طبعا ما شاء الله هي هتاخد معايا كتير. بسم الله. احنا بنمليه حوالي الربع بس، يعني ما بتملوش اكتر من كده. بصوا ما شاء الله المقدار خد معايا 5 قوالب اهم قدامكم، وما شاء الله من القالب الكبير. طبعا دوت احنا لو في اي كافيه ما بتباعش اقل من 70-80 جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده. لما تشوفوه بقى في التزيين النهائي اكيد هتحكموا عليه. انا هدخله دلوقتي الفرن ماشي وهرجع لكم. القوالب هي طلعت معايا بتاعت الديسباسيتو اهي. طبعا انا سايباها على جنب ان هي تهدى، وانا بصوا ان انا بختبرها بالخله كده بتطلع. المهم تبقى الخله طالعه كده كده تبقى استوت معاكي ماشي. هنعمل بقى الكريمه بتاعتنا لحد ما تهدى. انا معايا هنا كوبايه من الكريم جانتيه، يعني انا اللي عندي موجود عندي بصراحه اللي هو الخام واللي هو السكر، بس انا هحط كوبايه كريم جانتيه عليها ربع كوبايه سكر وكوبايه ونص ميه ساقعه. ادي كوبايه ونص. ومعايا هنا اهوت معلقه كاكاو ومعلقه نسكافيه. ودي بقى يعني الكاكاو كده كده انا هحطه، النسكافيه دي اختياريه انت وراحتك، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه ما تحطيش، بس هو هيديك طعم حلو. ماشي. انا هضيف دلوقتي النسكافيه والكاكاو عشان برضه يلحق يدوب معاكم. ماشي. الكريمه معايا اهي زي ما قلت لكم. الكريم جانتيه، كوبايه كريم جانتيه عليها ربع كوبايه سكر وكوبايه ونص ميه وكوبايه كاكاو وكوبايه او معلقه سوري كوبايه معلش يا جماعه اتلخبطت. هي كوبايه كريم جانتيه عليها ربع كوبايه سكر حبيبات عادي وكوبايه ونص ميه، ومعاكي معلقه واحده من الكاكاو ومعلقه نسكافيه دي اختياريه براحتك انت. بس كده معايا القوالب اهي هديت خالص، والكريمه انا حطيتها في كيس الحلواني. انا بقى بالخله كده او بالستكس نفضل نخرم كده فيها. طبعا لازم تكون الكيك هادي خالص وبرد ماشي. هخرم فيها كلها كده علشان لما اعمل لها اما اسقيها دلوقتي الكيك بقى كله يشرب منها. طبعا خليط التسقيه عندي انا عاملاه بكوبايه ميه عادي وعليهم معلقتين كاكاو محلى وعليهم معلقتين سكر ماشي. بخرم فيها كلها كده بالشكل ده. وده خليط التسقيه بتاعي اهو. ماشي. انا حطيتهم تحت صينيه لان هو طبيعي القوالب متخرمه من تحت، فاي زياده في التسقيه بتروح نازله من الصينيه. فما تخافوش طبعا لو لقيتي التسقيه نازله من الصينيه تحت، لا يعني بتبقى الكيكه كده خدت كفايتها وبتنزل الباقي ماشي. بتبقى معايا بالشكل ده كده. طبعا كمان
طبعا ده كله انا هسويه دلوقتي، ثواني. انا بحاول طبعا اسويه كده اهو بالراحه، خلي بالكوا عشان احنا لسه هنحط طبقه الجناش كمان. اهو بالشكل ده كده حلو قوي كده. ماشي، اللي بعده برضو كده همشي طبعا زي ما انتوا شايفين كده الخطوات كلها كده. بصوا سهل جدا، ان شاء الله تعملوه في البيت وان شاء الله يعجبكم. سهل ان احنا نقدر نعمله لاولادنا بدل ما نشتريه بره بالغالي. اهي عملناه وما خدش وقت، وبصوا ما شاء الله مطلع معانا كام قالب. ماشي، بصوا انا خلصتها اهي بالكريمه الديسباسيتو اهي. ماشي، دوت الجناش الاقتصادي، هتلاقوني كاتبينهولكوا، انا كاتباهولكوا في اللينك بتاع الصفحه. يعني مثلا اما تخش انت على حضرتك العنوان بتاع الفيديو بتاع الديسباسيتو هتلاقيني كاتبالك بالظبط المقادير بتاعته، واحنا عاملينه قبل كده، انا عاملاه قبل كده معاكم على القناه. خشوا وانت هتلاقيه ان شاء الله. امشي بقى كده اهوت. بايدي كده اهوت بالراحه. لحد ما ايه ما تتظبط معاكم. طبعا انا اول ما اخلصهم خالص بالجناش اللي على الوش لازم يخشوا التلاجة على الاقل خالص ربع ساعه. ما اقدرش ازينهم دلوقتي لان يعني لو زينتهم دلوقتي باي حاجه هتبوظ، فلازم ادخلها التلاجة على الاقل ربع ساعه. هعمل برضو اللي بعدها كده اهو. زي ما وريتها لكم كده بخبط عليها بالراحه كده اهوت لحد لما كلها تتعمل. بالظبط كده، بسيبها لحد ما كلها تتساوى كده زي ما انتوا شفتوا. هعمل بقى الاتنين اللي معايا دول هدخلهم التلاجة لمده ربع ساعه، وبعد كده هطلعهم عشان نزوقهم مع بعض. ماشي، بصوا هي كده قعدت معايا اهي ربع ساعه، انا حطيتها في التلاجة لمده ربع ساعه ان الجناش يمسك. ماشي، انا زوقها دلوقتي. دي مربى بقى الحليب، دي بتتباع عند اي لوازم حلواني بتتباع عنده، بس ان شاء الله برضو هنبقى نعملها مع بعض على القناه. التزيين ده بقى يعني حسب راحتك انت، يعني مثلا حسب ايه اللي موجود عندك ان انت ممكن تزينيه باي حاجه بسيطه ان شاء الله هيطلع. ادام انت اللي عاملاه لاولادك ان شاء الله هيطلع حلو. بسم الله. ماشي، انا دي طبعا الشوكولاته اللي هي الكريسبي معايا ديت.
نحطها كده بسم الله. معايا شوكولاتايه هحطها كده في النص بينهم. دوت برضو توت بيتباع اللي هو زي الجل كده، ده بيتباع عند لوازم الحلواني، بيبقى حلو قوي برضو. يعني هو التزيين ده حسب اللي عندك انت. نعمل له كده ان شاء الله تجربيها برضو لاولادك وان شاء الله تعجبك. بصي شكلها حلو ازاي. ان شاء الله هعمل معاكم دلوقتي كمان واحده تانية. ماشي اسيب بقى دي هنا اهو، هزوق معاكم واحده كمان. ماشي طبعا احنا المفروض نسيبها اكتر من كده، بس انا علشان مستعجله عليها. يعني انتوا ممكن تسيبوا على فكره الجناش كده عليها لمده ساعه لحد ما يتمسك خالص، بس انا عشان مستعجله عليها فانا سايباها ربع ساعه بس. ماشي انا هحط لها الكونو ده بيتجاب من عندي برضو لوازم الحلواني. ماشي انا هحطها كده اهو. ومعايا هنا شوكولاته اهي برضو، هزينها كده اهو. دوت بيبقى فستق مطحون، انا طحناه يعني. ودي برضو يعني حاجه اختياريه، ممكن انت تحطي حاجات تانية حسب اللي موجود عندك حطيه، مش شرط ان يعني ما تقفيش على حاجه. حطينا لها واحده توت اللي هو الجيل كده سودا، شكلها حلو قوي. الدسبسيتو خلص معايا اهو، وده شكله خلاص دوت يعني شكله النهائي. طبعا احنا ما بنجيبوش كمان كده في الكافيهات، وبنجيبه بسعر غالي. انت بقى ما تعمليه لاولادك ان شاء الله مش هيكلفك كتير. وبالنسبه للتزيين دوت اللي بيبقى عندك انت واللي في مقدرتك انت، يعني مش شرط مثلا زي اللي انا عاملاه، لا اعمليه وفرحي بيه اولادك. بصي شكله حلو ازاي، تحفه. ان شاء الله تعمليه وتجربيه لاولادك ويفرحوا بيه بالمقادير ديت. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله.